بره الغرفة بتاعتها. والغريبة جدا إن ولا مرة إيميلي شافت القرينة بتاعتها في كل الحوادث اللي حصلت قبل كده. وفي يوم من الأيام في فصل تعليم الخياطة، الطالبات كانوا مشغولين بدروسهم. إيميلي كانت قاعدة في الحديقة بتاعة المدرسة، وكان كل البنات اللي كانوا في فصل تعليم الخياطة كانوا شايفين إيميلي قاعدة في الحديقة بتاعة المدرسة. والمشرفة عن الفصل كانت مدرسة تانية. المشرفة خرجت من الفصل، وبعد دقايق دخلت إيميلي سينج وقعدت مكانها على الكرسي. في البداية كل الطلاب اللي في الفصل ما لاحظوش أي حاجة، وكان الأمر بالنسبة لهم عادي جدا، لغاية ما بنت منهم شافت إيميلي قاعدة في الحديقة وإيميلي تانية قاعدة قدامهم في الفصل. والمرة دي حصلت حاجة غريبة جدا.